سيد سؤال أخير. أستاذ سيد، تعتقد أن الطالب ممكن يستوعب، يعني خليك كده بقى كأستاذ، يعني هل المكسب التجاري يطغى؟ هل الفلوس أهم؟ أنت واثق أن الطالب ممكن يستوعب في الجو ده؟ ده احنا بنقول تكدس الفصول اللي هو الفصل المغلق المقفول لا يؤدي إلى استيعاب التلاميذ. تمام يا فندم، ما انت حضرتك برضه انت بتتكلم على الفصل المغلق زي ما سيادتك بتقول، في حاجات لازم تتعدل جوه الفصل المغلق. من اول الحاجات دي المعلم هو اللي لازم برضه يتم تعديله. خلينا في المشهد بس بتاعك انت، هنناقش تطوير التعليم وانت المشهد اللي انت عامله ده يا استاذ سيد من نكبات التعليم انه يتحول الى عمليه تجاريه بهذا الشكل. يا فندم دي مش عمليه تجاريه، لو عمليه تجاريه يبقى فعلا زي 60 جنيه مع زمايلك الاعلاميين. يعني انا شايف اعداد تصل لل 1500 2000، يعني انا بس بقول لك 1500 كده. في اول المكالمه كانوا 1000، بعد كده حضرتك خليتهم 1200. انت اللي قلت، انا بقول لك اللي انا شايفه فوق ال 1000، يوازي 1500. انا اعتقد ان الاعداد اكبر من كده. احنا ما بناخدش العمليه تقديريه يا فندم، العمليه بتبقى حسابات. شوف المشهد اهو، ده مضار. يعني هنا لو احنا رحنا الكليه تستطيع ان تقيس هذا الجزء من المدرج بيستوعب كام، لان انا شايف الطلبه محطوطين فوق بعض. يا فندم الدكتور اللي معانا اللي هو استاذنا العظيم عميد الكليه لسه قايل، وفي ناس على الارض اهي كمان هو ما يعرفش. وامبارح كان في مداخله على قناه 10 مع زميله ليك فاضله، وقال لها ده حصل كذا وكذا، وسعه المدرج لا تستوعب اكثر من 1000 طالب. حضرتك مثال انا بتكلم بوثائق مش بتكلم كلام، ده المداخله دي كانت امبارح على قناه. بس انت شايف الناس قاعدين جنب بعض علشان تضيق المساحه شويه عشان الناس تسمع، لان وفي ناس قاعده على الارض اهي تحت. يا فندم المحاضره كان فيها حوالي طيب بغض النظر 1000 حتى يا استاذ سيد، هل ده مقبول يعني ان انا اتعامل مع التلاميذ بمنطق القطيع؟ هل ده ينفع؟ برضه سيادتك بتعيد الكلمه للمره الثانيه، لانه حضرتك الذي جعلتهم قطيعا، والتلاميذ دول لا ذنب لهم. كده سؤال، انت حضرتك سامعني؟ لو سيادتك بتقبل ان حد يقول على ابنك او بنتك قطيع، انا ما اقبلش ان حد يقول على الطلبه كده. ما انا بقول لك بقى، ما انت مش يا استاذ سيد، يعني انت الذي جعلتهم قطيعا، انت اللي زعلان. لا انا لم اجعل شيء قطيع، انت اللي سيادتك يعني انت المسؤول عن انك حولتهم الى، انت تعاملت بمنهج القطيع. التلميذ ملوش ذنب، التلميذ ملوش ذنب، بس المنهج الأستاذ اللي استخدم هذا الأسلوب وبتحاول إساءة الطلاب. يا فندم أنا بكلم حضرتك بكل ابتسامة بكل شياكة، لو ترضى إن حد يقول على ابنك أو بنتك قطيع، أنا ما ارضاش حد يقول على الطلبة كده. ولو أنت تقبل إنك تحول الطلبة لقطيع، لو أنت تقبل إنك تحول الطلبة إلى قطيع، يبقى الحقيقة يعني للأسف الشديد يعني نشيع التعليم إلى مثواه الأخير. المشهد ده يا جماعة هو بيجسد حالة التعليم الآن. تعالوا نكسب، نعزف على وتر إن العائلات في حالة عصبية عشان الثانوية العامة. تعالوا هرجع لكم المادة قبلها بساعات، نلعب على وتر الحاجة التعليمية وأكسب فلوس.